بصوا بقى يا جماعه، الفيديو ده مهم جدا لان في مطعم يعتبر اكتشاف، مطعم السده للاكل اليمني والخليجي. خلينا اخدكم في الرحله واحده واحده كده. مبدئيا الديكوريشنز عنده قعدات عاديه جدا، وعنده قعدات عربي زي ما بيقول الكتاب بنفس الستايل والخصوصيه الخليجي، وعنده كمان روم للفي اي بي. كفايه كلام عن المكان، وخلينا اكلمكم عن الاكل. اللحمه المندي بيعملوها على رز بشاور، واللحمه دايبه بشكل فظيع. اظن كده ان من اللقطات دي انتوا جعتوا خلاص، وانا هاين عليا ادوقكم طعم الاكل من الفيديو كده، لان بجد انا كابن علاء الدين مبسوط جدا بالمطعم ده، وشايف ان هو اكتشاف كده. وفي كمان عندهم لحمه ورز مضغوط، نفس الكلام، كانت اللحمه دايبه جدا. انا اول ما امسك العظمه اللحمه بتقع. بالمناسبه يا جماعه هم ظابطين الاكل كده لان كل الشيفات يمنيين. وفي عندهم كمان فراخ مصبي مشويه على الحجر الطبي اللي قدامكم دي، وبرده هي من الاصناف الخليجيه واليمنيه المميزه قوي اللي انتوا هتحسوا ده في طعمها وهتعجبكم. ونصيحه، ابقوا استخدموا الصوصات والسلطات اللي نازله مع الاكل عشان تاخدوا التجربه كامله كده. في عندهم كمان باميه على الطريقه اليمني طبعا، وعندهم عيش